Same word, different meaning. كلمات ليها نفس الكتابة بس معناها ونطقها مختلفين. رقم 1 minute وماينوت، الاتنين بيتكتبوا بنفس الطريقة، بس الأولى اللي هي minute معناها دقيقة، زي مثلا لما نقول I'll be back in a minute، أنا هرجع خلال دقيقة. التانية اللي هي minute معناها دقيق أو صغير جدا، زي برضو لما نقول There are minute details in the painting، الرسمة فيها تفاصيل دقيقة جدا. رقم 2 perfect و perfect. perfect الأولى معناها مثالي أو بدون غلط، أو زي احنا ما بنقول مفهوش غلطة. perfect التانية معناها يتقن أو يخليه مثالي، زي مثلا لما نقول She needs to perfect her accent، هي محتاجة تتقن لهجتها. رقم 3 screen و screen. screen الأولى اسم معناه شاشة، زي مثلا لما نقول I need to clean my computer screen، أنا لازم أنظف شاشة الكمبيوتر بتاعي. وسكرين التانية فعل معناه يفحص، أو زي احنا ما بنقول بالمصري يغربل، زي برضو لما نقول I need to screen all the applicants، أنا لازم أفحص أو أغربل كل المتقدمين. رقم 4 ودي مهمة لأن كتير جدا مننا بيغلط فيها، close بالS وclose بالزي في الآخر، الاتنين بيتكتبوا بالS بس طبعا الاختلاف في النطق. close الأولى معناها قريب، زي مثلا لما أقول The supermarket is close to my house، السوبر ماركت قريب من بيتي. وكلوز التانية اللي نطقها بالزي معناه يقفل، زي مثلا لما نقول Please close the window، من فضلك اقفل الشباك. This is Premier English by Sarah، ودي كانت كلمات ليها نفس الكتابة بس معناها ونطقها مختلفين.